والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. والعلماء هم من دارت عليهم الفتيا بين الناس، والعلماء هم العارفون بشرع الله، العلماء هم الذين ضبطوا قواعد الحلال والحرام، العلماء هم الذين عرفوا بجهودهم في سبيل الله جل وعلا، دروس وفتاوى ومؤلفات. العلماء هم من عرفوا بخشية الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا لما كانوا بهذه المنزلة العظيمة وبهذه الجهود الكبيرة، كان فضلهم عظيما عند الله جل وعلا وعند الناس. فهؤلاء الذين صبروا وصابروا وجاهدوا في الله عز وجل حق جهاده، رفع الله جل وعلا قدرهم رفعا عظيما ورفع مكانتهم. ولهذا لا يزال عنهم وصف العلم إلا بالشرع، كفسقهم وفسادهم. وأما رأي الناس فيهم فإنه ليس بميزان. رأيت ما كان الناس يقولونه في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ رأيت أنه مات مسجونا في القلعة، ثم ورث الله جل وعلا علمه للناس وعرف قدره، ودارت عليه الفتوى ودار عليه العلم. وكثير من العلماء كانوا على هذا الذي ذكرناه. فرأي الناس ليس بميزان، الناس تبع لما يهوون، ولهذا يرتفع عندهم الجاهل ويسير العلم، ولا يرتفع عندهم العالم بحق. واعلم رحمك الله أن العلماء لا ينضبون. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: العالم كعين عذبة في البلد، والعين لا تنقطع.